لو ناوي تعالى عند الغاوي. لو انت اول مره تتابعنا تمام، شوف على علامه القلب دي افهم ازاي واحده كومنت من عندك، سمعنا رايك في التعليقات وهقول لك على الجديد. بص يا معالي الباشا، النهارده انت عندك دلوقتي الموسم بدا بتاع العصافير، حلو كده؟ والعش ركبنا العشوش وعايزين ننتج ونطلع زغاليل. طيب انا هعمل ايه عشان اطلع زغلول مظبوط في نفس الوقت الاهالي تاكل معايا وتطحن وتديني انتاج حلو وفي نفس الوقت تلبس زغلول؟ بمعنى اوريك حاجه بعينك كده. ده يا باشا حاجه لسه طالعه، الله اكبر عليها. بص كده زغاليل اهي لسه طالعه تمام. بص الزغلول طلع ازاي، مفرود وصحه كويسه. طب ده طلع ازاي وايه اللي خلاه وصل للمرحله دي وانا تمام في لسه بقول يوم ساعه الموسم؟ هقول لك على السر. السر كله تافه بس عايز تركيز. بمعنى انا النهارده بروح عند واحد زي حالاتي كده بتاع عصافير بقول له عايز تحديد، بس اخد تحديد الناعم مش التحديد الخشن. يعني في خشن زي كده اهو تمام. بص ده خشن شويه، ده بتاع حمام، ده بتاع عصافير، ده بتاع عصافير تمام، بيبقى ناعم شويه. بعمل ايه انا في التحديد ده؟ التحديد ده انا باخد منه شويه وبحطهم في العش ماشي قبل النتايه ما تبيض. هتبيض على التحديد، هتحدد وهي ايه؟ راكده على البيض. التحديد مهم للعصافير زيه زي الحمام بالظبط. هيطلع هيمنع لك مشاكل كالسيوم، هيمنع لك من ازاي حاجات كتيره. بمعنى اصح انا بص التحديد كله عارف التحديد وغير التحديد. خلاص عايزين نصور التحديد ده تمام. حاجه مهمه، حاجه مهمه. انا لما باخد شوف العش زي كده بتطحن معايا النتايه في نفس الوقت بتحدد معايا النتايه وتملح معايا. ده التحديد ده فيه جوانب. طيب ايه السر بقى الثاني؟ السر الثاني بطلع بجيب كيس بذور زي كده، كيس بذور باخد شويه بحطهم برده في العش. يا عم عماد هو كله في العش؟ اه في العش. اسمع من اخوك والله العظيم، هو ده اللي عاملين معايا كده. الجوز ده عامل معايا كده، انا عامله بالموضوع ده. هحط شويه بذور على شويه تحديد في العش وسايب النتايه سلطان زمانها قاعده في العش يا باشا، راكده على بيضه طلعت تمام. عملت الصح. عملت الصح ليه؟ انت ظابطها، الكالسيوم بتاعها متعلق تمام، فيتامينات في الميه مظبوطه، تحديجها في العش بتاعها تمام. السر في البذور، نوع البذور هو ده. هو ده اللي يخلي لك يطلع لك عصفور بالحجم اللي انت شفته بعينيك تمام. احنا وريناك بعينيك العصافير ماشي زي العسل. بص كده ركز معايا اوريك الزغلول عامل ازاي. الزغلول ده ما كملش معايا حاجه، الزغلول ده ما كملش معايا حاجه. تعالى كده يا باشا بالراحه 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 اهو. بص يا باشا الزغاليل عامله ازاي طالعه. بص الزغاليل اهي، شايف؟ ولا ريش ناقص تمام، ولا مكسحين ولا فيهم اي حاجه. معلم بالعكس بص العين حجمهم ازاي، ده لسه عيال صغيره والفهمان كسبان. عارف الزغاليل دي عامله ازاي وعمرها قد ايه؟ الفهمان كسبان تمام. ده كله السر من ايه؟ سر من التحديد وشكل البذور في العيش. ربنا يكرمك ويطلع لك زغاليل زي العسل زي كده. تابعني تمام هتستفيد مني وهديك السر بتاع الغيه. مش هضحك عليك في معلومه، اقسم بالله العظيم لو انت تابعت معايا هتلاقي معاك معلومات انت اول مره تسمعها مع الغاوي تمام. مفيش حاجه صعبه، كله سهل. اشوفكم على خير، السلام عليكم.